السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم من جديد وإليكم من الأنباء، ولكن قبل البدء ندعو حضراتكم بالاشتراك في القناة حتى يصلكم منا كل جديدة ويصلكم منا كل التحية والتقدير. خبر مفرح لأصحاب المعاشات وقرار جمهوري عاجل للجميع، ووزيرة التضامن الاجتماعي تنفذ الآن. تعالوا نتعرف. يرغب عدد كبير من المتقاعدين في معرفة طرق الحصول على قرض من أجل شراء منزل جديد أو سداد احتياجاتهم الخاصة. نقدم لكم قرضا للمتقاعدين بفائدة تتراوح من 17% ل 18%. تبلغ قيمة القرض نحو 200,000 جنيه على مدى فترة سداد قرابة 7 سنوات، بشرط ألا تقل قيمة المعاش عن 1500 جنيه. وبحسب ما أعلنه البنك فإن الحد الأدنى لفترة القرض 6 أشهر، في حين الحد الأقصى لمدة القرض 84 شهرا، أي حوالي 7 سنوات، بقيمة أقصاها للقرض حوالي 200,000 جنيه. الحد الأدنى لقيمة القرض هو 1500 جنيه مصري بمعدل فائدة حوالي 19%، بينخفض سنويا حيث تقل قيمة القرض مع أقصر فترة سداد، مما يشير إلى أنه في حالة الفائدة على القرض يمكن تخفيضها ل 15%، تناقص في حال كان الموظف موظف بنك أو متقاعدا مبكر. كما أكد البنك القاهرة أن المستندات المطلوبة للحصول على قرض أصحاب المعاشات تتمثل إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول، بالإضافة إلى كتاب موجه إلى هيئة التأمينات الاجتماعية التي ينتمي إليها صاحب المعاش بتحويل هذا المعاش إليه بنك القاهرة، وإحضار بيان معاش من هيئة التأمين يتبعه العميل يفيد أن الكيان المسؤول عن صرف المعاش هو بنك القاهرة. معاش الوفاة يصبح المعاش مستحقا للوفاة أو العكس الكامل لمن يتقاضون أجرا من العاملين في القطاع الخاص دون سن 18 عاما، والمتدربين أو المتدربين الصناعيين والطلاب العاملين في مشاريع التوظيف الصيفي، والمكلفين بالخدمة العامة، بالمعدل من الحد الأدنى للمعاشات المستحقة عن 65% من الحد الأدنى للأجور من تاريخ الاشتراك استحقاق المعاش، ولا يقل عن الحد الأدنى العددي لمعاش الشيخوخة والعجز والتأمين على الوفاة المستحقة، والذي يزيد بما يعادل الفرق بين 450 جنيه وبنسبة 33% من إجمالي قيمة المعاش في حالة تسبب العجز في إنهاء خدمة المؤمن عليه وثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، فيتم زيادة معاش التقاعدي حتى يبلغ المؤمن عليه سن 60 فعلا، أو قانون إذا العجز أو الوفاة بسبب إنهاء خدمة المؤمن عليه. وبكده نكون انتهينا بحضراتكم من هذا الخبر، ولو عجبكم ياريت ما تنسوش تشتركوا في القناة. أما خبرنا التالي: زي البلدي وبنص الثمن، تعرف على أسعار الفراخ اليوم بالأسواق المصرية. تعالوا نتعرف. لا يزال ملف أسعار الدواجن يمثل لغزا على المواطنين والمسؤولين بقطاع الدواجن في مصر، بعد أن ساهمت الحكومة بقرارات رئيس مجلس الوزراء في الإفراج عن كميات ضخمة من الأعلاف، وهو ما كان سببا في ارتفاع الأسعار، ولكن وظلت الأسعار على ما هي عليه حتى أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عن تقاعدهم الرسمي على استيراد دواجن من الخارج كمحاولة للسيطرة على أسعار الكتاكيت في الأسواق المحلي، وهو ما حدث بالفعل خلال الفترة الأخيرة. وعرضت وزارة التموين والتجارة الداخلية في فرع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية استرداد دجاج برازيلي مجمد في منافذ بيعها، وجاء إدخال الدجاج المستورد في فروع المجمعات الاستهلاكية بنفس سعر الدجاج المحلي المجمد والبالغ 65 جنيه للكيلو. وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أن توجه الدولة لاسترداد كميات من الدواجن في ظل أزمة ارتفاع أسعار، أمر طبيعي للسيطرة على الأسواق المحلية خاصة مع اقتراب موسم رمضان، حيث يزداد الطلب على السعر، مشيرا إلى أن أسعار الدجاج المستورد أقل من الدجاج المحلي في الأسواق بقيمة 25 جنيها. وأضاف السيد في تصريحات صحفية أن وزارة التموين لجأت إلى استرداد من دول خالية من الأمراض الدواجن حرصا منها على مدى سلامتها وصحيتها للمواطنين، وأن الخيار الأول يقع على عاتق دولة البرازيل. أسعار الفراخ: سجل سعر الدجاج المستورد وزن 1200 جرام 78 جنيها، تقدمه وزارة التموين بالمجمعات الاستهلاكية 1100 جنيه جرام بسعر 71.5، ويبلغ سعر الدجاج المستورد الذي يزن كيلو جرام
95 جنيه، بينما يزن سعر الدجاج المستورد مطابق لاشتراطات الذبح وفقا للشريحة الإسلامية، ويكون لحم الدجاج أبيض اللون خالي من الردود أو الرائحة الكريهة أو الريش، ومثالي للطبخ سواء للشوي أو السلق، وتم تقديم كميات كبيرة منه في السوبر ماركات الكبرى والمعارض الرمضانية الترحيبية بالمحافظات، وتتميز بجودتها حيث ذبح الدجاج وفقا للشريعة الإسلامية، وكتبت عليه بوضوح كلمة حلال. لحم الدجاج أبيض وجلده أصفر بدون رائحة وخالي من الكدمات والكسور. وبكده نكون انتهينا بحضراتكم من هذا الخبر. أما خبرنا التالي، مجلس الوزراء يعلن قرار عاجل الآن وسرعة تنفيذه. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تحديد سعر ضمان لشراء محاصيل الذرة وفول السوى وعباد الشمس من المزارعين للموسم الصيفي 2023، وذلك للتحفيز على زراعة تلك المحاصيل المهمة بهدف زيادة الإنتاجية وخفض فاتورة الاستيراد. شراء محصول الذرة بسعر ضمان 9000 جنيه للطن، وتم الاتفاق على أن يكون شراء محصول الذرة بسعر ضمان 9000 جنيه للطن فيما يخص الذرة الشامية البيضاء، و9500 جنيه لطن الذرة الشامية الصفراء، وذلك في إطار تشجيع المزارعين على التحول التدريجي نحو زراعة الذرة الصفراء. كما تم الاتفاق على أن يكون سعر الضمان لشراء محصول فول السوى 18000 جنيه للطن، والمحصول عباد الشمس 15000 جنيه للطن. وتقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء هذه المحاصيل لتحقيق قدر من التوازنات في الأسواق. وتم التأكيد على أن ما تم الإعلان عنه من أسعار هي أسعار ضمان للمزارعين حتى يطمئنوا ويتم تشجيعهم لزراعة هذه المحاصيل، مع التأكيد على أنه سيتم الاعتداد بأسعار البورصة في حينها إذا زادت عن سعر الضمان. وبكده نكون انتهينا بحضراتكم من هذا الخبر. أما خبرنا التالي، الحكومة تعلن أسعار الأرز اليوم خلال الفترة القادمة بعد إلغاء التسعير الإجباري. تعالوا نتعرف. فجر المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية مفاجأة بشأن أسعار الأرز الفترة المقبلة بعد قرار مجلس الوزراء رقم 64 لسنة 2003 بإنهاء العمل بقرار تحديد سعر بيع الأرز الأبيض أرز لمدة 3 أشهر أو حتى إشعار آخر سعر كيلو الأرز الفترة المقبلة. أكد خليل تراجع سعر الأرز إلى مستوياته الطبيعية التي تتراوح بين 15 جنيه و 18 جنيه. وأضاف عبد المنعم خليل أن المعروض من الأرز سيزداد خلال الفترة المقبلة في الأسواق، مشيرا إلى أن المزارعين سيبدأ في الإخراج الأرز الذي يخزنه لبيعه في الأسواق لحاجته إلى مصاريف جديدة للأرز جديد، مما سيؤدي إلى زيادة المعروض من الأرز، الأمر الذي يترجم إلى انخفاض الأسعار. هذا بالإضافة إلى قيام وزارة التموين باسترداد حوالي 50,000 طن أرز لتنظيم السوق وخفض أسعار داخل السوق. سعر الأرز أشار لي وجود مخزون استراتيجي من الأرز لمدة 4 أشهر، بالإضافة إلى ضخ الأرز في المجمعات الاستهلاكية بسعر 14.5 جنيه، وكذلك داخل المعارض أهل رمضان والأرز على البطاقات التموينية 10 جنيه ونص. وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن سعر الأرز داخل المجمعات الاستهلاكية والذي بلغ 10.5 جنيه للأرز على البطاقة التموينية و14 جنيه للأرز الحر. استرداد 5000 طن من الأرز. تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة بالهيئة العامة لتوريد السلع على توريد 50,000 طن من الأرز الأبيض المستورد. وأصدر مجلس الوزراء قرار رقم 94 لسنة 2023 بأنه اعتبارا من 15 فبراير 2023 يلغي قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض لمدة 3 أشهر أو لحين صدور أمر جديد. وبكده نكون انتهينا بحضراتكم من هذا الخبر، ولو عجبكم ياريت ما تنسوش تشتركوا في القناة. أما خبرنا التالي، رئيس مجلس الوزراء يعلن عن خبر عاجل جدا يفرح الشعب المصري. قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن قضية الزيادة السكانية حياة أو موت، ستكون هناك برامج مالية تحفيزية للسيدات مما ستلتزم بطفلين. وتابع رئيس الوزراء أن من الوارد استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية لمدة 2 أو 3، وهو ما دفع الحكومة لدراسة سيناريوهات الأوضاع الاقتصادية العالمية، موضحا أن ارتفاع أسعار السلع يعاني منه كل دول العالم، وأن الحكومة مطالب منها توفير 1,000,000 فرص عمل كل عام. وبناء على تكليفات رئيس الجمهورية الحكومة تعمل على وضع استراتيجية لمكافحة الفساد. وكتب مصطفى مدبولي أن مخصصات الدعم
والمنح والحماية الاجتماعية ارتفع ل 172 مليار جنيها مقارنة بالعام الماضي، وأن تم إصدار 3 مليون ونص قرار علاج على نفقة الدولة، موضحا أن وحدة دعم الاستثمار بمجلس الوزراء انتهكت من حل 80 من المشاكل ومطالب المستثمرين، موضحا أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ من الربع الأول من عام المالي الحالي يرتفع ل 94 من الفترة من العام الماضي، موضحا أن مصدر قادره على سداد ما عليه من أقساط للمؤسسات الدولية، وإنه من الوارد طرح شركات أخرى بالبورصة بجانب 32 شركة المعلن عنها لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص. وأوضح في سبيل دعم الفلاح المصري هناك دعم لحزمة من المحاصيل الاستراتيجية، ومنها أسعار عدد من المحاصيل، وهي محصول الذرة الشامية البيضاء والصفراء وفول السوى وعباد الشمس، وهو سعر الضمان بحيث يكون أقل سعر الفلاح لبيع المحصول، ووقت الحصاد والمحصول سيتم اللجوء لسعر البورصة في ذلك اليوم. وتابع في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن هذا الدعم سيطبق على القمح أيضا، وتضمنت أسعار الدعم لمحصول الذرة الشامية البيضاء 9000 جنيه للطن و9500 جنيه لطن الذرة الشامية والصفراء و18000 جنيه لطن فول السويا و15000 جنيه لعباد الشمس. وبكده نكون انتهينا بحضراتكم من هذا الخبر، ولو عجبكم يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة حتى يصلكم منا كل جديد، ويصلكم منا كل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والى اللقاء في فيديو آخر، وكل عام وحضراتكم بخير.